السلام عليكم كل طلابنا طلاب ابتدائي واعدادي وثانوي وكل اولياء الامور وكل اللي عاوز يعرف فنيات في الرياضه في الجداول، خاصه زميلنا وحبيبنا مدرس الفرنساوي وعارف نفسه طلب مننا حاجات لابنه، فقلنا نظبط له الحاجات دي. ان شاء الله دي حاجات في الجداول وتظبيطات معينه هنديها لكم كده على سبيل يعني بنضحك معاكم بنهزر معاكم. زي مثلا يا مستر وانت قاعد في البيت عاوز تجرب تضرب جدول خمسه. ايه جدول 5؟ يعني 24 في 5 تقعد تفكر تسال باباك تسال مامتك مفيش. 24 في 5 تمسك الرقم ده تجيب نصه المضروب في 5 ده، يعني تقسمه على الاثنين. 24 نصها كام؟ 12 وتضربها في 10. ايه يا مستر اضربها في 10؟ لا احط لها صفر وخلاص. هنا ال 18 هات نصها، نص ال 18 9 وحط لها صفر. يبقى 12 في 5 لو هتفكر معايا 12 في 5 نصها 6 وتحط لها صفر. خلصنا من الارقام. اكيد دلوقتي كل عيل صغير وكل ولي امر يقول لك لو الرقم ده ما بينفعش يتقسم. زي التسعه نصها كام؟ 4 ونص. ايه 4 ونص دي يا مستر؟ ال 4 ونص دي المفروض اضربها في 10 بس احنا مش هنضرب، هنشيل العلامه. يبقى 5 في 9 بكام؟ 5. نجرب كده تاني. 13 في 5. 13 في 5 بكام يا شباب؟ 13 في 5 ونجيب نص ال 13 6 ونص. طب اتفقنا نعمل ايه؟ شيل العلامه. شيلنا العلامه. خلصت خلاص؟ زي الفل. هسيب لك دي 22 في 5 تجربها في الكومنتات. انتظروا معانا جداول تاني حاجات تانيه في الرياضه فنيات بسيطه لحد ما نبدا شغل ثالثه ثانوي. ما تنساش تفكر. هنتظر اجاباتك في الكومنتات. باي باي.